في إطار بطولة كأس العرب 2025 المقامة بقطر، تمكن المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر من الانتصار على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف لواحد. سجل ثلاث الأهداف في الشوط الأول وربح الشوط الأول بأتمه، ولكنه تسجل عليه هدف في الشوط الثاني، بمعنى خسر الشوط الثاني. المنتخب المغربي لعب شوطين متناقضين. علاش؟ المنتخب المغربي استفد من عنصر المفاجأة، فسمعة الكرة المغربية وأسماء اللاعبين في الميدان فاجئوا المنتخب جزر القمر اللي ما قدرش يواجههم وانهزم بثلاث الأهداف مستحقة. الشوط الثاني بنفس اللاعبين، ما تغير حتى حاجة في الفريقين، تبدل اللعب تماما وصدق. المنتخب ديال جزر القمر أهم من المنتخب المغربي، وسيطر ليه على وسط الميدان، وأضعف المنظومة الدفاعية للمنتخب المغربي بشكل كامل، بحيث ما بقاوش يقدروا يطلعوا بالكرة، ما قدروش يخرجوها، كتر عليهم الضغط وداروا أخطاء، وفي نهاية المطاف تسجل عليهم هدف مستحق أيضا. المشكل بالنسبة للمنتخب المغربي كان في وسط الميدان، فطنان والمهديوي جداد على الفريق وما عندهمش مؤهلات كبيرة، وحريمات متأثر بمقابلة الجيش أمام الأهلي اللي ما كانش فيها في أحسن أحواله. لعب حريمات وحده لاعب ارتكاز، وبجانبه كان المهديوي وطنان، ولكن سوء استخدام باش يفسر جزءا كبيرا من هذا الشيء اللي وقع. كاين مروان سعدان وما لعبش، وكاين الوادني رسمي في الجيش وما لعبش، ولعب في بلاصتهم باش اللي هو اصلا لاعب ارتكاز جيد ومدافع عند الاضطرار. نرجعوا نشوفوا التشكيله اللي دخل بها طارق سكتيوي من البدايه. حراسه المرمى طارق شهاب من المغرب الفاسي، الظهير الأيمن محمد بلكسوت من الرجاء، الظهير الأيسر حمزة موساوي من نهضة بركان، سفيان بوفتيني من الوصل الإماراتي، وأنس باش من الجيش الملكي في مركز الدفاع. بالنسبة للوسط، ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي كلاعب ارتكاز، أشرف المهديوي لاعب التعاون السعودي، وأسامة طنان لاعب صلال القطري. خط الهجوم، كريم البركاوي من الضفرة الإماراتي، طارق تيسودالي من خرفخان الإماراتي، وأمين زحزوح من الوكرة القطري. في الشوط الأول نجحت المنظومة من ضربة ركنية في الدقيقة الرابعة وفي بداية المقابلة، ضربة رأسية رائعة لسفيان البوفتيني، وبعد 6 دقائق ضربة ركنية ثانية الدقيقة العاشرة، تمكن تيسودالي من تسجيل الهدف الثاني. الهدف الثالث تمريرة عرضية ممتازة من حمزة الموساوي، و سجلها بطريقة جميلة جدًا، ضربة رأسية كريم البركاوي. دابا علاش في الشوط الثاني بنفس اللاعبين من الفريقين تغيّرت المقابلة وتقلبت رأسًا على عقب؟ المشكل كان في وسط الميدان، كيفاش بعد معاناة شديدة طارق السكتيوي عالج المشكل وتمكن في الدقائق الأخيرة تقريبًا ربع ساعة أو حوالي ربع ساعة باش يلعب باطمئنان، وباش ما يبقاش هذاك الضغط من طرف المنتخب ديال جزر القمر. باش يصلح هذا المشكل ديال انعدام السيطرة على الميدان، دار طارق السكتيوي داك الشيء اللي كان خاصو يدار، بحيث مروان سعدان هو اللي لعب وسط الدفاع حدا بوفتيني، وأنس باش هو اللي يكون لاعب ارتكاز يساهم في افتكاك الكرة والخروج بها بطريقة جيدة. وإلى جانب حريمات نضاف لهم لاعب الرجاء صابر بوقرين، تحسنت الأوضاع في المنظومة الدفاعية. الخلل كان في المنظومة بسبب غياب وسط الميدان. خط الهجوم غيّر لاعب في نفس المركز، حمد الله مكان تيسودالي، و أصبحت الهجومات أكثر تنظيمًا وتخلقوا فرص جديدة. البركاوي بدلوه ببولكسوت، بحيث دخل مفيد مكان بولكسوت، بولكسوت ولا جناح، وفي نهاية المقابلة حيد زحزوح ودخل بلاصتو مروان الوادني في قلب الدفاع، ولينا لاعبين بالدفاع في الدقائق الأخيرة. على كلٍ، نهاية المقابلة كانت جيدة وواعدة.
المقابلات المقبلة. في وسط الميدان أثّر بزاف على المنظومة الدفاعية، بحيث حتى المساوي اللي جيد في المركز ديالو دار أخطاء، ومن ضمنها الخطأ اللي جا منه الهدف، وكانوا كيغلبوا على الدفاع بواحد الطريقة غير مقبولة بالنظر لأهمية اللاعبين المغاربة والطريقة ديال اللعب بالمنتخب المغربي المعتادة. صراحةً بموضوعية ودون مبالغة ولا عاطفة، الحكم ضيّع المنتخب المغربي في عدد من ضربات الجزاء، تقريبًا 3 ديال ضربات الجزاء فيها نقاش، وكاين اللي لا غبار عليها إطلاقًا. ماشي مشكل، المهم النتيجة كانت لصالحنا. كاينة أمور لا بد من أخذها بعين الاعتبار، فاللاعبين التحقوا متأخرين، كاينين لاعبين اللي مُجهدين بالمقابلات اللي كانت مباشرةً قبل الالتحاق بهذا المعسكر ديال قطر، ولكن التشكيلة سواء اختارها بمحض إرادته كاختيار تقني طارق السكتيوي، أو فرضت عليه بالنظر آآ الأشياء اللي ما كنعرفوهاش حنا، هو اللي عايش مع المنتخب كيعرف التفاصيل. ففي كل الحالات كانت غير موفقة رغم الانتصار ورغم النقاط الثلاث. كاينة أمور إيجابية، فاللاعبين ديال الهجوم سجّلوا، سجّل تيسو دالي وسجّل البركاوي، وهذه تُحسب لهم. ولاعبين كانوا في المستوى وكانوا كما كنعرفوهم دائمًا، وفي مقدمتهم وبالأخص بولكسوت والبوفتيني، وخاصةً حارس المرمى صلاح الدين شهاب. متمنياتنا بالنجاح للفريق الوطني في هذه الدورة وفي كافة المنافسات المسابقات اللي كيدخلها. وكما عهدنا فالطريق السكتيوي مولف على الألقاب والنجاحات، ندعمه ونناقشه حبا في الفريق. تابعونا في هذه القناة، لأننا سنواكب جميع مقابلات المنتخب المغربي الآن في هذه الدورة ديال كأس العرب، وأيضا في كأس الإفريقية، كافة اللقاءات والمقابلات اللي كتدخلها الفرق المغربية. إلى اللقاء.